سيدات والسادة، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، وحييكم في مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. حضور واسع. إقليم جنوب البحر الأحمر يقيم برامج النصف الأول من العام. جهود جادة للحد من مرض الملاريا في إقليم عنسبة. الصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادئ وتثير قلق دول أخرى. استراليا توقع اتفاقية دفاع مع فيجي. الصين وفنلندا تتفقان على تعزيز التعاون والتصدي المشترك للتحديات. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت مدينة لوزان السويسرية يومي الرابع والخامس من يوليو الجاري تنظيم المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في سويسرا وسط مشاركة جماهيرية واسعة وبرامج وطنية وثقافية متنوعة. وافتتحت فعاليات المهرجان كلا من سفيرة إريتريا لدى الأمم المتحدة سيدة صوفيا تسفاماريام والقائم بالأعمال في سفارة إريتريا بسويسرا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف سيد هبتوم زرعي. وتضمن المهرجان عروضا تمثل أقاليم البلاد المختلفة ومعارض ثقافية وبرامج مخصصة للأطفال إلى جانب ندوات وأنشطة اجتماعية وثقافية متعددة. وحظيت أجنحة الأقاليم التي قدمت في إطار منافسة بين المشاركين بإقبال كبير، حيث استعرضت التراث والعادات الإريترية وجهود تعزيز العدالة الاجتماعية ومسيرة التنمية، إضافة إلى إبراز تاريخ الشعب الإريتري وقيمه والمنتجات الزراعية والثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، فضلا عن الأزياء التقليدية لمختلف القوميات الإريترية. وخلال المهرجان الذي شارك فيه مواطنون قدموا من مختلف الكانتونات السويسرية، قدمت السفيرة صوفيا تسفاماريام إحاطة حول المناقشات التي شهدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال شهر يونيو الماضي بشأن إريتريا، كما أجابت عن استفسارات وأسئلة المشاركين. من جانبه أوضح رئيس دائرة الشؤون العامة والجماهيرية السيد إسماعيل محمد نور أن المهرجانات التي تقام في المهجر تهدف إلى صون الهوية الوطنية والقيم الإريترية وتعزيز روح الانتماء لدى الأطفال والشباب، وإتاحة الفرصة للحوار حول القضايا الوطنية إلى جانب إبراز الصورة الحقيقية لإريتريا وشعبها. كما أشاد بنجاح معرض أجنحة الأقاليم الذي نظم للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان. واختتمت الفعاليات بعروض فنية وثقافية قدمتها فرقة ثقافية قادمة من إريتريا تضم نخبة من الفنانين والموسيقيين وسط تفاعل كبير من الحضور. وفي ختام المهرجان تم توزيع شهادات تقدير على جميع المشاركين، فيما نال جناح إقليم جنوب البحر الأحمر لقب أفضل جناح في مهرجان سويسرا 2026 تقديرا لتميزه في العرض والمحتوى. عقدت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر في 4 من يوليو بمدينة عصب اجتماعا لتقييم سير تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2026. واستعرض الاجتماع تقارير مفصلة حول التقدم المحرز في مجالات الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وتوسيع وتحسين خدمات إمدادات المياه في مدينتي عصب وعدي، إلى جانب مشروعات التنمية العمرانية والزراعية وإنشاء وصيانة قنوات الري وتطوير الخدمات التعليمية وتعزيز مشاركة المرأة، فضلا عن توسيع نطاق الخدمات الصحية والجهود المبذولة للوقاية من مرض الملاريا ومكافحته. وأوضحت التقارير أنه تم تشييد 8 رياض أطفال ومدرستين للمرحلة الابتدائية ومدرستين للمرحلة المتوسطة، إضافة إلى مساكن للمعلمين في 10 قرى بالإقليم. كما تم إنشاء 8 فصول دراسية إضافية في إدارة ضاحية أفامبو. وفي القطاع الزراعي أشارت التقارير إلى إنتاج شتلات متنوعة من الخضروات والفواكه إلى جانب أشجار النخيل والأراك في مشتل أبو. كما تم توزيع محصول البطاطا المزروع على مساحة 5 هكتارات على 34 مزارعاً.
وفي مجال الري تم إنشاء وصيانة 200 كيلومتر من قنوات الري لخدمة مساحة زراعية تبلغ 500 هكتار. وفي ختام الاجتماع أشاد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي بمستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ خطة العمل خلال النصف الأول من العام وفق الجدول الزمني المحدد، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ورفع كفاءة الأداء لضمان تنفيذ برامج النصف الثاني من عام 2026 بجودة وفاعلية أكبر. دعا السيد كيروس سراقيه مسؤول وحدة الوقاية ومكافحة مرض الملاريا في فرع الصحة بإقليم عنسبة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية والشركاء للحد من حالات الإصابة بمرض الملاريا الذي بلغ مستوى السيطرة عليه في إقليم عنسبة، وتعزيز الأنشطة التي ترفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الشعب. وذكر إن معدل الإصابة بالملاريا يبلغ حاليا 8 حالات لكل 1000 نسمة، وإنه يجري تنفيذ حملات للنظافة البيئية على مستوى الإدارات والمؤسسات الصحية لخفض هذا المعدل إلى الصفر. وأفاد أنه تم توزيع الناموسيات التي يمكن استخدامها ل3 سنوات على الأسر القاطنة في مناطق انتشار المرض، وأن عملية التوزيع ستستمر لا سيما للنساء الحوامل. وأضاف السيد كيروس إن جميع المؤسسات الصحية اتخذت الاستعدادات المسبقة اللازمة من أجل منع الإصابة بمرض الملاريا خلال فصل الخريف، وفي حال حدوثه الوقاية منه والسيطرة عليه مبكرا. وقال إن الأشهر الممتدة من يونيو إلى ديسمبر تعد موسم التكاثر الملائم للبعوض، وإن الاستعدادات جارية لتوزيع الناموسيات للمرة الثالثة على السكان القاطنين في مناطق انتشار الملاريا. وتوجد حاليا 3 أنواع من البعوض في البلاد وفقا للأبحاث التي أجريت حتى الآن. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية جندع في 2 يوليو محاضرة تناولت قانون العمل استهدفت المرأة بشكل عام والعاملات على وجه الخصوص. وتناول البرنامج أحكام قانون العمل الصادر بموجب الإعلان رقم 118 لعام 2001، حيث قدم مفتش العمل بالمكتب السيد ياسين محمد شرحا حول أبرز القضايا المتعلقة بعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة أثناء الحمل والولادة والأجور والاستحقاقات والإجازات السنوية والأسبوعية، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة. من جانبه أوضح قاضي محكمة العمل الابتدائية بإقليم شمال البحر الأحمر السيد داويت ولدنقوس إن الهدف من هذه المحاضرة يتمثل في تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع عموما والنساء بصورة خاصة، كما استعرض اختصاصات محكمة العمل وآليات عملها في تسوية النزاعات العمالية. بدوره أكد مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية جندع سيد إبراهيم عمر مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الادخار وتعزيز حملات التوعية الهادفة إلى القضاء على الممارسات الاجتماعية الضارة. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الجيش أجرى تجربة لإطلاق صاروخ من غواصة نووية باتجاه المياه الدولية في المحيط الهادئ، مما أثار مخاوف وانتقادات من اليابان واستراليا ونيوزيلندا. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن غواصة نووية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي أطلقت الصاروخ الذي حمل رأسا حربيا وهميا، وأضافت أن الصاروخ سقط في المياه المحددة دون الخوض في تفاصيل إضافية عن الموقع. ووصفت الوكالة الرسمية للأنباء عملية الإطلاق بأنها ترتيب روتيني ضمن التدريبات العسكرية السنوية للصين، وأكدت أنها لم تكن موجهة ضد أي دولة أو هدف محدد. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن الصين أبلغت حكومة بلادها بالتجربة مسبقا، لكنها أشارت إلى أن الإطلاق يزعزع استقرار المنطقة. وقالت الحكومة اليابانية إنها تلقت إخطارا قبل إطلاق الصاروخ، وحثت الصين على إعادة النظر في قرارها. وقعت أستراليا وفيجي اتفاقية دفاع جديدة الاثنين، مما يعزز العلاقات بينهما لمواجهة التحديات في منطقة جنوب المحيط الهادئ. وتضم الاتفاقية الجديدة التي أطلق عليها اسم محيط السلام فيجي إلى مجموعة مختارة من الدول المرتبطة بأستراليا باتفاقيات
دفاع مشترك، وهي الولايات المتحدة ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة. وصرحت وزارة الخارجية الأسترالية بأن هذا التحالف يعزز التزام أستراليا وفيجي بمنطقة تنعم بالسلام والازدهار والأمن. وبموجب الاتفاقية تعهد البلدان التشاور فيما بينهما في حال وقوع حادث أمني قد يهدد سيادتهما. كما وقع اتفاقية ثانية تغطي نطاقا أوسع من المجالات، بدءا من مكافحة التغير المناخي ووصولا إلى التعاون الاقتصادي. تعهد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ووزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بتعزيز التعاون والتنسيق والتصدي المشترك للتحديات. وخلال اجتماع مع ستوب في مدينة توركو جنوب غربي فنلندا، قال وانغ إن الصين مستعدة للعمل مع فنلندا في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين من أجل الالتزام بالشراكة التعاونية الجديدة النمط الموجهة نحو المستقبل بين الصين وفنلندا، وتعزيز التنسيق وتقاسم الفرص ومواجهة التحديات بشكل مشترك. من جانبه قال الرئيس الفنلندي إن فنلندا تتطلع إلى تعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع الصين وتوسيع التعاون في مجالات ناشئة مثل الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتعميق التنسيق متعدد الأطراف والتصدي المشترك للتحديات العالمية. استمر النشاط البركاني في جبل إتنا الإيطالي بعد الشق الذي فتح في فوهة فوراجيني، ما أدى إلى تعليق رحلات جوية. وأفادت مصادر محلية بأن انفجار وقع في فوهة فوراجيني عقبه نشاط مكثف لقصف الرماد البركاني. وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن نشاط قذف الرماد أرسل نشاطه البركاني لليوم التاسع على التوالي. ختاما سادتي لنشرة أخبار المساء، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تنظيم مهرجان الإريتريين في سويسرا وسط حضور جماهيري واسع. إقليم جنوب البحر الأحمر يقيم برامج النصف الأول من العام. جهود جادة للحد من مرض الملاريا في إقليم عنسبة. الصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادئ وتثير قلق دول الجوار. استراليا توقع اتفاقية دفاع مع فيجي. الصين وفنلندا تتفقان على تعزيز التعاون والتصدي المشترك للتحديات. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله.